وكمان هوريكم حاجة من الحاجات المهمة اللي ممكن توديك في 60 داهية، ان مثلا حد تاني يكون معاه رقم تليفون ببطاقتك او باسمك ويعمل بيه مشكلة، وفي الاخر زيكو لو حد فيكو عنده مشكلة في الشبكة ضعيفة، عنده مشكلة في الرصيد، عنده مشكلة في اي حاجة، هيروح لمين؟ هيروح لخدمة عملاء الشركة اللي هو مشترك فيها، سواء بقى كانت فودافون، اورنج، وي، اتصالات، ايا كان. طب لو انت عندك مشكلة في الشركة دي هتروح لمين؟ هتروح للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ده الجهاز اللي بينظم عمليه الاتصالات في مصر، يعني بينظم المكالمات تبقى بكام والرسائل تبقى بكام ومين ينزل عروض ولا لا، مين اللي شبكته قليله في المنطقه دي فمحتاج ان هو يزود الشبكه، مين اللي يسمح حتى للحاجات اللي بتخش مصر اللي فيها بقى بلوتوث واي فاي والحاجات دي. انا عايز اقول لكم ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ده هو مثلا اللي بيشرف على لو انت جايب شحنه من بره مصر، يتاكد ان الواي فاي اللي فيها مش مضر، يتاكد ان الراديشن بتاعها والاشعاع بتاعها مش مضر، يتاكد انها مطابقه للمواصفات، عشان ما يبقاش في مشاكل في المنتجات اللي موجوده في مصر. انه مثلا لو تفتكروا زمان كان في موبايلات اللي هي الموبايلات الصيني اللي فيها تلفزيون وثلاث شرايح واريالين، وكان في موبايلات كده بتخش كانت بتعمل مشكله كبيره جدا في شبكات الاتصالات، لان كان الراديشن او الاشعاع بتاعها كان عالي جدا. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو اللي قرر ان هو يوقف الموبايلات دي وما يدخلش الموبايلات الا اللي هي مطابقه للمواصفات العالميه، عشان ما يبقاش في ضرر على الناس. وحتى الشركات بتاعه الاتصالات نفسها، سواء بقى موبينيل او فودافون، مفيش موبينيل، اورنج او فودافون او وي او اتصالات، لما بيعوزوا يعملوا مثلا برج تقويه للشبكه في مكان معين بياخدوا التصريح ده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يعني من الاخر كده هي هيئه حكوميه وظيفتها انها تنظم عمليه الاتصالات في مصر، ودي من الحاجات الحلوه جدا. عشان كده لو انت عندك اي مشكله في ضعف شبكه او عندك مشكله في اي حاجه، بتروح تشتكي ان انا الشركه بتاعتي مش مقدمه لي الخدمه بتاعتي بالطريقه المناسبه في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. اوكي، الجهاز ده يرمز ليه بالانجليزي NTRA. المهم يعني في اطار ان الدوله بتحاول انها تعمل ابلكيشنز لاغلب الحاجات، ويمكن احنا اتكلمنا قبل كده عن ابلكيشن مصر الرقميه اللي هو بيخليك ان انت تعمل حاجات ليها علاقه بالشهر العقاري وليها علاقه بالبطاقه وليها علاقه بالرخصه والكلام ده كله. ال NTRA عملوا الابلكيشن بتاعهم، وفي الحقيقه هم عملوا خدمات كتيره جدا موجوده في الابلكيشن ده، ولكن في خدمتين او ثلاثه من الخدمات المميزه جدا اللي نقدر نقول عليهم جامد ولا مش جامد، لان هم هيخلوك تعرف حاجات انت ممكن ما تكونش عارفها او مش عارف توصل لها قبل كده. خليني سريعا كده اريفيو لكم بس الابلكيشن ده واوريكم ايه الحاجات اللي فيه، لانه فعلا حاجه تدعو للفخر وحاجه كويسه ان انت تقدر تشوف كل المعلومات دي. وكمان هوريكم حاجه من الحاجات المهمه اللي ممكن توديك في 60 داهيه، ان مثلا حد تاني يكون معاه رقم تليفون ببطاقتك او باسمك ويعمل بيه مشكله، وفي الاخر هو متسجل ببطاقتك وباسمك. الابلكيشن ده هيوريك ان انت تقدر تخش تشوف كل الشبكات اللي موجوده في مصر، وهل انت معاك خطوط زياده ولا لا، ولو الشبكه دي ليها خط باسمك او برقمك القومي تقدر تروح تعرف على طول من الفرع وتلغيه، عشان لو هو مش بتاعك ومحدش يستخدمه استخدام وحش. خلينا نشوف الابلكيشن. ده الابلكيشن بتاع NTRA اسمه ماي NTRA. اوكي، في خدمات للافراد وخدمات للشركات، وتقدر تعرف منه الاخبار والاحداث وارقام تهمك. يعني انت مثلا لو عايز تعرف مثلا ارقام وزاره الداخليه، النجده، المطافي، اي حاجه، كل ال الارقام بتاعت كل الهيئات هتلاقيها موجوده هنا، ودي حاجه حلوه جدا ومنظمه ان انت تقدر ان انت توصل للحاجات دي. الحاجات الجامده الصراحه اللي عجبتني في الابلكيشن ده واللي هي فعلا بتفيد ناس كتير وممكن توقف اي خطر حد يتعرض له، ان انت تخش على الجزء بتاع الافراد. الجزء بتاع الافراد اللي هو بيوريك خدماتي وحقوقي وواجباتي وتعرفتي ومنافذ البيع ودليل المستخدم. خلينا نخش على خدماتي، ودي الحته المهمه جدا. اول حاجه، لو انت مقدم شكوى في حته معينه او في جهه معينه ليها علاقه بالاتصالات، تقدر تتابع الشكوى هنا او تقدم الشكوى عن طريق الابلكيشن نفسه. لو انت بتنقل رقمك مثلا من فودافون لاورنج ومحتاج تتابع نقل الرقم ده ووصل لغايه فين، تقدر برضو تعرف الكلام ده عن طريق الابلكيشن. الحته الحلوه بقى ان انت كمان تقدر تعمل اختبار لسرعه الانترنت بتاعك. بصوا كده، لو عملت اختبار هيوريني سرعه الانترنت بتاعي قد ايه في الثانيه، يعني يوريك سرعه الانترنت بتاعتك في المكان اللي انت فيه قد ايه، سواء كانت تنزيل او تحميل، يعني ابلود وداونلود، ودي حاجه من الحاجات الكويسه. برضو من الحاجات اللي عجبتني اللي هي ان انت تعرف خريطة خدمة الجودة للمشغلين. يعني انت تخش هنا وتشوف خريطة مصر كلها وفين اكتر اماكن متغطية بانهي شبكة. يعني احنا هنا عندنا 4 الوان زي ما انتم شايفين كده اهو، الاحمر والاخضر والاورنج واللي هو البنفسجي ده. كل مكان، شوف المكان اللي انت عايش فيه هيقول لك ايه اقوى شبكة او طريقة التغطية او المساحة دي او المكان ده متغطي بانهي شبكة. يعني احنا مثلا هنا لو اتكلمنا عن القنطرة غرب،
بيقول لك ان في اتنين او بص كده لو قربنا اكتر، بيقول لي ان هنا فودافون مغطيه ب4 شبكات، ووي مغطيه بشبكتين، واورنج مغطيه بشبكه واحده. يعني انت لو عايز تروح هناك وتلقط انترنت بشكل احسن او شبكه احسن، ففودافون في المنطقه دي احسن من الباقي. جامد جدا جامد جدا الموضوع ده الصراحه. طيب ايه بقى الحته اللي انا كنت بقول لكم عليها انها ممكن تخلينا نعمل مشكله؟ هي فكره الارقامي دي، ان انت تخش وتعمل طلب وتشوف عدد الارقام المملوكه ليك. انا لقيت ان انا عندي 3 فودافون وواحد اورنج وزيرو اتصالات وزيرو وي. في الحقيقه انا عندي فعلا 3 فودافون، بس انا ما اعرفش مين الواحد اورنج ده. فخليني انا اروح بكره الاورنج واعرف الرقم ده متسجل بانهي خط، عشان ما حدش يستخدم الخط بتاعي بشكل مش صح. ففكره الابلكيشن الصراحه جميله، وبتعرفك حاجات حلوه، وتخليك ان انت مطلع على كل المعلومات الخاصه برقمك القومي او الجزء الخاص بالاتصالات بتاعتك. جامد ولا مش جامد يا شروق؟ جامد.